ايه أول سؤال سألته في حياتك عن الجنس؟ ايه حبيبي، في حاجة؟ ماما، هو انا جيت ازاي؟ إيه... اجري اسأل ابوك، انا مش فاضية دلوقتي. ايه يا حبيبي؟ انا عايز اعرف انا جيت ازاي. ايه السؤال الغريب دوت؟ بعدين. كان عندي تقريبا 12 سنة، وحصلت تغييرات في جسمي، ويومها اتخضيت من اللي حصل. ولما سألت ماما ما ردتش عليا. عادي، ما تكبريش الموضوع، كل اللي في سنك بيحصل لهم كده. هي قوليلي، عندك مذاكرة ايه النهاردة؟ لما كبرت شوية بقيت اخد خبرتي من اصحابي اللي هم مش عارفين حاجة اصلا زيي. ماما كانت دايما تخوفني من الجنس، وتقولي انه مؤلم جدا، وان البنت هي مجرد أداة لمتعة الراجل. ولما كنت في ثانوي بدأت انا اتفرج مع نفسي عشان ما كانش حد بيجاوب على اسئلتي. الواد حكالي ظروفه وانا شايفه كويس. كنت بحس في كل مرة اني كارهة نفسي، ودايما خايفة من الارتباط، عشان خايفة من الجنس. انا مش عارف الجنس صح ولا غلط. انا مش عارفة هو الجنس حاجة حلوة ولا لأ. ربنا خلقنا ذكر وأنثى، وخلق الجنس عشان يكون حاجة مقدسة وممتعة داخل إطار الجواز. الجنس ربنا خلقه جوانا، يعني مقدس، لكن له وقته. الجنس اللي بره إطار الجواز زنا وخطية، والجنس في الجواز عطاء مش أخد.